السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يومكم سعيد يا رب، إن شاء الله دايمًا سعداء ومبسوطين جدًا، جدًا، جدًا. يعني سؤال كده على الصراحة وقُلت أجاوب عليه بما إن دلوقتي الساعة 13:00 تقريبًا، فقُلت أجاوب عليه عشان خاطر أجاوب عليه بس مش أكتر يعني. المهم السؤال ده كان بيقول مستر هشام هو أنا أعمل إيه لو أنا وصلت لمرحلة إني مش عايز أتكلم مع حد ولا قادر إن أنا آآ أقعد مع الناس ولا أتحرك مع الناس، مش عايز أقعد مع حد، أنا عايز أقعد مع نفسي، أنا ونفسي والدنيا زي الفل. مع إني ما كنتش كده وما كنتش بالضيقة ديّة، وأنا واصل للمرحلة ديّة يعني قريب يعني، فإيه أعمل وإيه اللي المفروض أعمله عشان خاطر تغيّر فيّا وأتحسّن إزاي يعني؟ المهم أبقى هاحط لكم الصورة بتاعته هنا في الجزء دوّة من تحت يعني، عشان خاطر تبقوا عارفين الكلام اللي اتقال حرفيًا إزاي. ولكن المهم خلّيني كده أخُش لك على هاعمل إيه يا مستر هشام؟ وده سؤال إجابته مهمة جدًا يعني. لو أنا آجي أقول لك تعمل إيه، أول حاجة تعملها إنك تشغّل اللمبة دي، أول حاجة. اشتغلت؟ قشطة، زي الفل. الحاجة رقم 2 بس وهي ده الأهم، خلّي بالك بس علشان خاطر أنت لو أنت حاصل معاك الموضوع دوّة، فأنت الشيطان بيلعب معاك لعبة كده مش لذيذة. وخلّيني كده أقول لك على حاجة، أنت لازم تكمّل في السعي علشان خاطر بس عندك حاجة من 2. حاجة رقم 1 إن أنت لو قعدت زي ما أنت كده، بُص كده على السيناريو اللي ممكن يحصل معاك. رقم 1 هتبُص تلاقي نفسك إن أنت مش قادر تكمّل أو تبُص تلاقي نفسك إن أنت مش عايز تكمّل، فتيجي تريّح بقى مع التريحة اللي هي إيه، جاية في دماغك، تقول إيه، أريّح مع نفسي شوية. فتبُص تلاقي نفسك ريّحت، فلمّا تريّح تبُص تلاقي نفسك مش بتعمل حاجة، فلمّا ما تعملش حاجة تبُص تلاقي نفسك إن أنت شغّال بتقول إيه، أنا ما ليش أصلًا لازمة في الدنيا، فتبُص تلاقي نفسك بعديها بشوية لمّا تقول إيه، لا ده هشام اصحى كده وفوّق كده عايزين إيه، ننزل الشغل علشان خاطر ما ينفعش إن أنت تبقى قاعد كده من غير ما تنزل الشغل. فتبُص تلاقي نفسك إن أنت لسه هتروح، فتيجي تسأل نفسك سؤال مهم جدًا، هو أنا هاروح بصفتي إيه؟ هاروح إزاي؟ طب هاعمل إيه؟ أنا الفترة اللي فاتت ديّة أنا كنت غايب، يا ترى هيستقبلوني استقبال كويس؟ يا ترى هيستقبلوني استقبال وِحِش؟ وتيجي في دماغك الأسئلة ديّة اللي هي لو كمّلت عليها هتبُص هتلاقي إن أنت هتأجّل إن أنت تروح، تأجّل إن أنت تروح، لغاية ما توصل معاك لمرحلة إن أنت مش عايز تروح. وهنا بتيجي المرحلة من 2، يا إما بتروح وبتكمّل، يا إما مش بتكمّل. ولو أنت ما كمّلتش عايز أقول لك إن حياتك هتضيع وتخش في مرحلة حلوة كده من مراحل الاكتئاب. أمّا بقى لو أنت ربنا ألهمك كده وقررت إن أنت تكمّل، هتروح هتبُص تلاقي إن المواجهة صعبة. طيب تعالَ كده يا مستر هشام المفروض إن أنا أعمل إيه؟ ارجع كده بالزمن كده شوية لورا، أيوه، تبُص تلاقي نفسك إن أنت أصلًا عندك حل من 2، يا إما تريّح مع التريحة اللي هي في دماغك، يا إما أكمّل سعي. هتكمّل سعي إزاي؟ ما أنا مش طايق إن أنا أكمّل. بُص هاقول لك على حاجة، هي كده مدة زمنية معيّنة لو أنت قدرت تضحك عليها وتكمّل، هتلاقي نفسك أبدعت مرّة تانية في الشغل. ولكن خلّيني كده أقول لك على حاجة كده يُفضّل إنّك تعملها. خُد لك يا عم يومين راحة، سافر فيهم، غيّر جو، اطلع مع أصحابك، اطلع مع أهلك، اعمل أي حاجة جديدة أو حاجة نِفْسك تعملها من بدري. وبس أهم حاجة تبقى عارف إن أنت بعد اليومين دول هتاخد بعضك تعمل إيه؟ أيوه، الله ينوّر عليك، هتاخد بعضك وتروح للشغل مرة تانية، أو هتاخد بعضك وتروح للحاجة اللي أنت كنت عايز تعملها من البداية، اللي أنت أصلًا ما كنتش على الحال ده، ولكن عايز حالك يتغيّر ويكون للأحسن. وعلشان خاطر كده أنت لازم تكمّل في السعي يا حبيبي، علشان خاطر بس هاقول لك على حاجة مهمة جدًا، والله حاجة مهمة جدًا، أنت لو ما كمّلتش في السعي فأنت أصلًا مُجبر على السعي، أنت مُجبر على السعي، ما عندكش رفاهية إن أنت تقعد على حيلك كده وتريّح. لإن لو أنت عندك رفاهية إن أنت تقعد على حيلك كده وتريّح ومن غير شغل ومن غير قعدة مش هتبقى بالنسبة لك الموضوع مشكلة إنك داخل في الحالة دي، هتبقى الموضوع عادي يعني، اشتغلت ما اشتغلتش مش فارقة كتير. ولكن لإن الموضوع فارق بالنسبة لك علشان خاطر كده أنت مقرر إن أنت مش عايز تدخل في الحالة دي، فبالتالي بوس إيدك، فكك من الحالة دي، ما تسمعش منيها، ما تركزش معاها، ابدأ إن أنت فكر في إن أنت توصل للهدف بتاعك او الحاجه اللي انت عايز تكمل فيها في حياتك. كمل حتى لو انت مخنوق من الشغل، كمل حتى لو انت مخنوق من الناس اللي موجود معاهم في الشغل، كمل لو اي حاجه من الحاجات ديت. بس ايه وانت وبتكمل حاول ان انت تغير. مخنوق من الشغل ايه؟ علشان خاطر 1 2 3 4، غير الحاجه اللي بتخليك مخنوق من الشغل علشان خاطر الناس اللي موجودين. ينفع غير الناس الموجودين؟ لا حضرتك مش السي او علشان خاطر تغير الناس الموجودين. طب اعمل ايه؟ اغير تعاملي مع الناس اللي انا كنت موجود معاهم. لو انا الناس دي بيضايقوني ما اقعدش معاهم كتير. الناس دول لا مش هم اللي بيضايقوني ولكن مش عارف كذا اللي بيضايقني، اغير الحاجه اللي بتضايقني. اوكي طيب. رقم 3 حبيب قلبي، ان انت تفكر ازاي ان انت تحسن من الشغل بتاعك والاداء بتاعك عشان خاطر المدير بتاعك ما يرفدكش، علشان خاطر انت المفروض تكمل في السعي، انت المفروض تكمل في السعي وما تركنش عشان خاطر تعرف تكمل حياتك. الحياه هتبص تلاقي ان فيها شويه حلو وشويه وحش، ولكن لما بيجي شويه الوحشين دول بنبدا ان احنا ننظف الوحش ده ونبدا نركنه على جنب، واحنا بايه بنكمل علشان خاطر مش هينفع ان احنا نوقف. تمام.
وصلت الرساله؟ دي رساله جايه من الصراحه. اشوفكم على خير، تصبحوا على خير، سلام.